نكثر بالكلام ويلا نبش. يا قوة العرب في هذا المونديال. المنتخب المغربي يفرض عضلاته على وصيف النسخة السابقة، وكنا متعشمين جدا بالفوز، ولكن كان في تخوف كثير من الهجوم لأن المنتخب الكرواتي عنده خط وسط جبار وعلى رأسهم مودريتش، ولكن تمت العرقلة بنجاح. ووصلوا لي رسالة للزلزولي: يا ابن الناس شد حيلك عشان نشوفك في البرشا وتشرف العرب. الأداء هذا ما يأكلش عيش. بنفس سيناريو السعودية والأرجنتين، اليابان تبهدل ألمانيا. تقولوا اليابانيين معهم عرق عربي؟ أبو لوفي. تسونامي ياباني يدمر الماكينات الألمانية. بعد تقدم الألمان بضربة جزاء، اليابان تضربهم بغفلة، قلبوا النتيجة بالشوط الثاني. والله نسخ لصق من مباراة السعودية والأرجنتين. أريد أعرف كيف واحد يشجع بالياباني؟ إسبانيا تكتسح كوستاريكا بسباعية نظيفة. الجيل الجديد لإسبانيا عامل شغل نظيف. الهدف الأول كان للاعب داني أوليمو، والثاني بصناعة من ألبا الأسينسيو، والثالث لتوريس من ضربة جزاء، والرابع مرة ثانية من توريس. إيش الكلام؟ الجلطة يتألق في المنتخب. والخامس من المشاغب جافي. هالقصير هذا اللي انتم تشوفونه تحسبونه بسيط، هذا راعي مشاكل. والسادس من كارلوس سولار. والأخير من راعي السيديهات على اليوفي وأتلتيكو مدريد، موراتا. بالله كلمة الإسبانيا، في عندكم منتخب ناقص حنان كذا، قصدي عليكم بهم. خلونا نعمل لفة على أهم المباريات اللي ما حد مهتم لها. كيف أهم المباريات ما حد مهتم بها؟ ما علينا. أول مباراة بلجيكا وكندا. بالرغم أن كندا قدمت أداء حلو، ولكن كما يقول الشوالي: اللي ضيع يخسر. ضيعوا ضربة جزاء بتألق من كورتوا، وبلجيكا ضربتهم على غفلة وانتهت بفوز بلجيكا. والمباراة الثانية الشوكولاتة سويسرا والعم إيتو كاميرون. ما فيش حاجة مهمة، سويسرا فازت. والمباراة الأخيرة الأراغواي كوريا الجنوبية. مباراة مملة وما لها طعم. سواريز شيب وخلاص ما يقدر يعمل شيء، وكوريا كانت أقوى، لكن انتهت المباراة بالتعادل. مباراة البرتغال وغانا كانت غريبة ولكن قوية. تحس ان المنتخب البرتغالي مثل المحرك الديزل، ضروري يحمي شوط اول لعب متحفظ وما فيش هجمات خطيرة، لكن الشوط الثاني هدف اول سجل الهدف كريستيانو من ضربة جزاء. بس عارفين ايش الطرب؟ كل الجمهور احتفل مع رونالدو، وبعدها السنغال عادلوا النتيجة. البرتغال تسكت؟ لا والله، عملوا هدفين على السريع، واحد فيليكس والثاني لياو. ورجعت غانا سجلت هدف، واللاعب تحمس وراح يحتفل مثل ما كريستيانو. الحبوب لاعبتم فيهم. ولكن تنتهي المباراة بفوز البرتغال. بنظري هذه كانت أمتع مباراة في كأس العالم لحد الآن. شوفوا، هذا الفريق إذا ما حقق كأس العالم راح تكون معجزة القرن. إيش كمية اللاعبين الخرافيين الذي عندهم؟ في كل منتخب يكون في جوكرين، يعني بالكثير 3. البرازيل كل اللاعبين جواكر، تحس معك فريق الأحلام. نيمار، فينيسيوس، رودريغو، رافينيا، خيسوس، أنتوني، مارتينيلي، ريتشيلسون. لا، هذا اللاعب لحاله عمل جول سنطوري. وتخيلوا هذا الأسماء فقط بخط الهجوم، مالك بالوسط والدفاع. لا، هذا الفريق عامل شغل نار في المباراة. انتبهوا، من فريق عظمة طاغية قد حل عليكم. بالأخير فازوا 2-0 على صربيا.